اشهر 3 غلطات دايما بيغلطوها المبتدئين، فلو انت لسه مبتدئ اوعى تكون بتغلطهم. ما ينفعش لما تيجي تقول سنك بالالماني تقول انا عندي كذا سنة، مثلا انا عندي 20 سنة. ما ينفعش ترجمة ترجمة حرفية، يعني تقول ich habe 20 Jahre alt. لو جينا شفناها بالالماني فهنلاقي ان هي ich bin 20 Jahre alt، يعني انا اكون 20 سنة. ich bin 20 Jahre alt. الغلط التاني، لما تكون عايز تقول انا جعان ما ينفعش تقول ich bin Hunger. ديت تركيبتها غلط. ليه؟ لان هونجا ديت اسم، لو جينا نترجمها ترجمة حرفية فانت كده بتقول انا جوع. في الحالة اللي زي دي بنستخدم verb haben وبنقولها ich habe Hunger، يعني انا لدي جوع. نفس الكلام في العطش ich habe Durst. ich habe Durst. لكن لو عايزة استخدم فعل sein فهقول ich bin hungrig، يعني انا جوعان. والغلط الثالث والاخير، يعني ايه كيف حالك باللغة الألمانية؟ شايفة حد هناك بيقول wie geht es du؟ الصح هي wie geht es dir. شايفة حد من هناك بيقول طب مروة أنا بسأل كيف حالك أنت، وأنت بالألماني يعني دو، ليه حطيت بدل دو دي؟ لأن دو هنا في حالة الداتيف، والداتيف لما دو بتبقى في حالة الداتيف بتتقلب للدي، دي حالة من حالات اللغة الألمانية. فالأصح في السؤال دوت أقول wie geht es dir؟ wie geht es dir؟ قولي بقى، هل كنت بتعمل غلطة من الغلطات دي قبل كده؟